ازيكم يا احلى شباب في الكون، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص بقى يا صاحبي، عايزك كده تصلي على النبي. لو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. طبعا القناه دي جديده، القناه ديت هيبقى فيها كل حاجه تخص المجال. تمام. طيب عشان ما اطولش عليكم هبقى فاهمكم كل حاجه، هسيب لكم كل حاجه في الوصف. تمام. جايب لكم النهارده طريقه فك ارقام الواتساب المحظوره. طيب قلب اخوك، جايلك النهارده طريقه فك ارقام اللي هي طايره انتهاك مشدد. تمام. طبعا يا شباب احنا دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد دوت ايه الرقم بتاعنا. تمام. طيب تمام، اللهم صل على سيدنا محمد، هو دوت الرقم بتاعنا. تمام. انت دلوقتي يا قلب اخوك، انت عارف طبعا ان مفيش ارقام بتفك ايه من غير عكس. تمام. انا بقى يا قلب اخوك جايب لك طريقه فك ارقام من غير عكس، بس في تريكه صغيره كده اقول لك عليها. طيب بص يا قلب اخوك، انت دلوقتي واحد معكش ارقام تعكس بيها ولا الشغل ده كله. طيب بص يابا، انت دلوقتي واحد معاك، لو انت معاك 20 او 30 جيميل هتعلقهم يا اسطى 8 ساعات، وتروح يا اسطى تبعت الرقم على طول. يا اسطى تبعت الرقم على الجيميلات كلها مره واحده، هيجيلك يا اسطى على جيميل معين ان الرقم فك، هيجيلك رد بالفك على طول. لان انت اصلا لما تشد من 20 او 30 جيميل يعني ايه، الشركه هتفك عافيه، فاهمني؟ ولو عايز نصيحه مني بقى، يعني ايه بالكود اللي انا هديهولك ده، بالكود اللي انا هديهولك اللي انا هسيبهولك النهارده ده، باللغتين. تمام. يعني انا ايه جايب لك ايه كود بلغتين، العربيه واللغه الهنديه. تمام. طيب بص يا قلب اخوك، اول حاجه كده طيب طبعا دي جملة الشركه. تمام. طيب هتروح يا اسطى كده، انت ايه جايبه ثواني، هتجيب انت يا اسطى كده وهتخش على الجيميل. تمام. وهتعمل كده. تمام. بص يا قلب اخوك، عشان ايه مطولش عليك، انت يا اسطى هتحط الموضوع هنا كده. تمام. وبعدين يا قلب اخوك هتروح هتجيب الرسالة، وبعدين ايه تبعت خلصانة. طيب دلوقتي يا قلب اخوك انت هتخش ايه على ايه الجيميل تاني. طيب دلوقتي جاب لك ايه تم الارسال. تمام. طيب بعدين يا قلب اخوك هتروح هنا على ايه جيميل تاني برضو وتعمل ايه نفس الحوار. بس طبعا ايه انا طبعا جايب لك الطريقة النهاردة ايه من غير عكس، فاهمني؟ تمام. وممكن برضو لو انت عايز تعكس ب10 نسخ برضو هتضرب يا اسطى، هسيب لك برضو بند للعكس، وهسيب لك بند فينش برضو عشان تفنش على رقمك بيه. لان ايه، طب ثواني، طيب دلوقتي الشركة ايه ردت علينا اهوت. تمام. ثواني، ايه ده؟ الشركة غريبة، ردت رد غريب كده. يمكن ده كان ايه ردوا عليا كان رقم تاني ولا حاجة. تمام. طيب دلوقتي يا اخوك، انت بعد طبعا ما الشركة هترد عليك يا اسطى، تمام، هتعلق ثواني كده كده. بعدين يا اسطى ايه هتبعت خلصانة. طيب هتطلع فوق تاني كده يا اسطى. تمام. طيب بص يا قلبي اخوك، طبعا بعد الشركة يا اسطى ما هترد عليك هتفضل معلق الجيميل بتاعك، لما صل على سيدنا محمد، بتاع 5 أو 6 ساعات بالكتير يا اسطى. بس هتبعت ايه، والاحسن برضو انك ممكن تفضل معلق الجيميلات كلها 24 ساعة وتروح يا اسطى هتبعت رقمك. تمام. من كتر ايه هتبعت الرقم على جيميلات كتير طبعا، فطبيعي جدا يا صاحبي ان الرقم هيجي على جيميل معين انه هيتفك. تمام. لان انت كده ايه بتشد ايه جيميلات. طيب بص يا قلب اخوك، دلوقتي يا صاحبي هتقول لي ده طب افرض بيرد طعن كتير يعني كل يعني عملت اللي انت قلت عليه وبرضه بيرد بطعن. طيب بص يا قلب اخوك، انت دلوقتي يا قلب اخوك هتروح برضه هتعمل نفس اللي قلت لك عليه طول ما انت عمال بتشد بجيميلات. تمام. دلوقتي يا اسطى الشركه ايه ردت ايه علينا خلصانه، بيقول لك مرحبا، شكرا على رسالتك، هل يمكنك فضلا ان ترسل الينا رقم الهاتف المرتبط بحساب واتساب الذي تجري معنا دردشه بخصوصه. طيب بص يا قلب اخوك، انت طبعا دلوقتي شايف علامه البريد اللي هي دي. تمام. هتدوس عليها كده ولا كانك ايه شفت ايه
شفت الرسالة بتاعتهم. طيب هتعلق يا اسطى، هتبعت كده من 30، ولو عندك جيميلات تانية كتير ابعت من عليها عشان تفك رقمك. ده طبعا للناس اللي هي ايه مش عايزة تستعمل العكس، لان طبعا مفيش ارقام ولا في نسخ. تمام. طيب يا قلب اخوك، بعد ما هتشد جيميلات يا صاحبي هيجيلك ممكن اضعف في الايمان خالص، الرقم هيتفك معاك بعد ساعتين او 3 ساعات، وممكن يرد جاست على طول. هيجيلك يا اسطى يعني ايه، انا عن نفسي انا مجرب الطريقه دي وبرضه جربتها في الطعن وجابت نتيجه، وان شاء الله باذن الله يعني ايه الطريقه دي هتفيد ناس كتير جدا. وعشان ما اطولش عليكم يا شباب، زي ما قلت لكم كده هتبعتوا الرقم بعد 5 أو 6 ساعات، طبعا بعد ما تعلقوا الجيميلات. هتعلق يا اسطى 30 جيميل، يعني الناس اللي معاهم جيميلات. تمام. ولو معكش هتعمل والدنيا ايه هتبقى تمام. هتروح يا صاحبي هتبعت رقمك، هيردوا عليك. تمام. ممكن يردوا على بعض الجيميلات بتاعنا، ولا هيردوا بردود مختلفة، بس في جيميل معين كده يا صاحبي هيرد عليك بايه، بفك الرقم على طول. وبس كده يا شباب، يكون كده فيديو النهارده انتهى. اشوفكم بخير يا احلى اخوات في الكون، ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان ديت قناه جديده. القناه القديمه اتباعت. تمام. وديت قناتي الجديده انا وديفل الاعظم، هنزل لكم فيها كل الشروحات. وبس كده يا شباب، اشوفكم بخير يا احلى اخوات في الكون.